تيكون فاقد الوعي ديالو، هذا شيء اخر. كاين الحمد لله مستشفيات الامراض النفسيه، كاين الحمد لله اضرحه، يلتجا لمن ما بغى، ولكن يعفي الشعب المغربي من هذا الكلام ديال السفه، الكلام الساقط، ويتجه للعمل. السفهاء أصحاب السفاهة، والذين لا يمكن لأنهم يعيشون في السفاهة ويتكلمون بالسفاهة ويتعاملون فيما بينهم بالسفاهة. لبستي الكرافطة الله يسهل عليك، الله يعاونك، درتي النضاضر كحل الله يعاون، ركبتي في المرسيدس كبيرة وطويلة الله يكمل عليك بخير، جالس في الفيلا في حي الأميرات في حي الرياض منور بخير الله يكمل بخير، ما بقيتيش تشرب الماء بالروبيني وبقيتي تشرب الماء غير الماء الممتاز الله يعاونك، ونقصتم من اللحية الله يعاونكم، غلاضيتو الله يكمل بخير، ولكن الشعب شنو استفاد؟ الشعب شنو استفاد؟ الناس اللي جالس تفكر كيفاش لبستي النظارات وكيفاش واش كتاكل ولا ما كتاكلش، ملي كيقوموا على الخدمه ديالك واش لابسي الطاقيه ديال الحزب ولا ديال. ولما قرر أردوغان زيارة عبد الإله بن كيران شعلت النار الآن في تركيا ولا زالت مستمرة. سي عبد الإله بن كيران كان سيتوجه إلى تشيك، وقعت الفيضانات ولم يصل إلى تشيك. إذن هناك شيء ما مقدر من عند الله. هذا الرجل يمكن قدامه ما مباركيش ما مساعدش. الفيضان ديال تركيا واش غدير؟ وبن كيران استعد ذاك الكرسي باش يحافظ عليه، ينكر ماشي غير ينكر الدين واصله وفصله باش يبقى في الكرسي. جاوا لعند هذاك الهبيل ديال فاس قالوا له غير خرج من هذه الحكومه، قالوا لي والله اعلم، قالوا لي غير خرج من هذه الحكومه هذه غادي تطيح ونعطيوك انت ولا شي واحد من ديالك الرئاسه ديال الحكومه. كيتيق الان سي عبد الاله بن كيران تآخى مع الفساد وعبد الاله بن كيران سواسيه اليوم، بحال تزوج بالفساد، يعني راه اصبح رجل صافي لما لبس الكرافطه ولبس مزيان وحسن اللحيه وركب السياره الفاخره وبقى تياخذ الاجره في مستوى رفيع، والامن تيتقدم له السياره ديالو، والامن من وراءه، والامن محيط بمنزله، كاننا في دوله غير مستقره، ولي كارد كور تابعينه. اصبح رجل اخر. اليوم نحن امام طاغوت اللي هو سميتو السي عبد الاله بن كيران. هذه 20 عام ما كانش عنده طوموبيل وطلع للجنازه في تازا على في الطاكسي، واليوم ولادو كيمشيو في الطوموبيلات ديال 90 مليون. قولوا لي منين جاب هاد 90 مليون عباد الله؟ واللي كيولي عنده كيلعب في 500 هكتار بجوار مدينه فاس، هو اللي ما كانش عنده 100 متر مربع ولا عنده 500 هكتار. قال لهم عطيوني 6 شهور نغير المنكر في هذه البلاد، عطينا عام ونص ونغير منكر ولا هو المنكر. هذا الواقع. الامين العام ديال حزب الاستقلال قلت ليه غير قول لنا الثروه ديالك، غير قولها لنا حنا نعطيوك ديالنا في سبيل الله، انت ما تعطيناش غير خذهم بجوج. واحد مشى عند العمده ديال المدينه قداشنا هي، وقال له اعطيني الرخصه لهاد التجزئه ديالي، قال له ما نعطيكش 500 مليون. ومشى كيدور الاخر تشبع ما لقاش حل، رجع لعنده جاب له 500 مليون. على رئيس الحكومة اليوم أن يقول للرأي العام ما علاقته بداعش والنصرة وبالمخابرات الصهيونية الموساد. هذا شخص يعني ليس عنده ولا عند كلامه اعتبار، وكلامه أصبح في المغرب يتنظر به.
السي عبد الاله بن كيران اللي تيدعي الاسلام، تبعته واحد الفيديو وهو يقبل زوجة السفير الامريكي يعنقها من وجهها، واش هذا هو المسلم؟ حلوا ليه التلفزيونات، داروا ليه الاتصالات، صفطوه للخارج، مشى للخارج شاف لا تور ايفل، جا عند الحداده ديال فاس قال لهم بنيوا لي لا تور ايفل في فاس. كاين مسخوط واحد هو عبد الاله. الامور واضحه. كيظهر لي الان تجربه اثبتت ان الاسلوب الشبطي في السياسه تاعها. قول لنا واش هذا الشيء اللي كنتي كتقول ذاك الوقت واش كذوب؟ كذبتي ذاك الوقت؟ اعتذر دابا. او لا صحيح؟ كيفاش متفاهم انت وياه اليوم؟